جوعنا بقى كده في نص اليوم وطلبت معانا مشويات. تعالوا اقول لكم على مكان بيعمل مشويات مصريه وباسعار حلوه قوي، اسمه طحينه. اوريكم دلوقتي احلى مشويات عنده، يلا بينا. طلبنا بقى من عنده وجبه فردين، دي بتبقى عباره عن 2 كفته وصدق وشيش، ومعاهم شيش لبناني وصدور و4 طحينه و2 بيبسي وبطاطا. بتعمل 135 جنيه لو هتاخدها عيش فينو، وبتعمل 150 جنيه لو هتاخدها بعيش رد. وجبنا كمان من عنده واحد حواوشي لحمه وواحد حواوشي صدق جبنه، هنشوفهم كده عاملين ازاي. وكمان عايز اقول لكم ان المحل هنا اسمه طحينه بسبب ان هو مشهور قوي بانواع الطحينه اللي بيعملها. بيعمل طحينه كلاسيك وسبايسي ونعناع وبنجر وليمون معصفر وباربيكيو. يلا بينا نشوفهم عاملين ازاي. زي ما قلت لكم بقى هو هنا مشهور قوي بالطحينه. هنبدا بقى كده نجرب اول حاجه الطحينه كده مع البطاطس ونشوفها عامله ازاي. نبدا اول واحده بقى كده بالطحينه الكلاسيك، نجربها كده مع البطاطس. الطحينه طعمها حلو قوي ومظبوطه قوي مع البطاطس، والبطاطس كمان طعمها فريش والتتبيله اللي عليها حلوه قوي. نجرب تاني واحده بقى، ودي الطحينه هتبقى غالبا بالنعناع. نجربها كده مع البطاطس برده، طعمها حلو قوي. افتكرت طعم النعناع ده هيجزعني او هيخلي طعمها مش مظبوط، بس لا طعمها ماشي قوي مع طعم الطحينه والميكس ده حلو قوي. تالت واحده بقى ودي اللي بالليمون المعصفر، طعمها حلو قوي برده. طعم الليمون المعصفر ده شبه المخلل كده، فتمشي معاك طحينه ومخلل في نفس الوقت، حلوه برده قوي. اما بقى اللي بالبنجر دي، انا مش من محبين البنجر قوي، بس ندوقها كده. بص انا ما اعرفش طعم البنجر عامل ازاي قوي، دي طعمها حلو قريبه قوي من العاديه، مش حاسس بطعم مختلف قوي عن العاديه، بس طعمها حلو برده وجميل. اخر واحده بقى نجربها دلوقتي اللي هي بالباربيكيو دي، ده ذوقي قوي، انا بحب الصوص ده جدا. شوفها كده عامله ازاي، حلوه قوي. انا بالنسبه لي احلى واحده فيهم كلهم اللي بالباربيكيو دي، وفيها كمان سنه شطه كده سبايسي، حلو قوي اللي بيحب الطعم السبايسي ده. بص كده كمان مش مهم، يعني بحب الطماطم المتبله دي. جرب بقى الطماطم المتبله دي، بحبها قوي بصراحه، حلو قوي، طعمها جميل جدا بصراحه. طعم الثوم فيها والبهارات شبه اللي بتعملها في البيت بالظبط، الله ينور بصراحه. بقى كان معاهم صوصات ثانيه كده كتير، هنجربها برده مع السندوتشات عشان ما نطولش الوقت. طبعا احنا كنا طالبين وجبه اللي هي الفردين في الاول، وهي عباره عن 2 كفته وشيش لبناني وشيش مصري وصدور وصدق، ومعاهم 2 بطاطس، وزودنا عليهم من عندنا الحواوشي الصدق والحواوشي اللحمه. كمان هم رشحوا لنا ان احنا نجرب من عندهم الجمبري والسمبوسك، هنجربه كده ونشوف عامل ازاي. ده اول واحد بالكفته، شوفها كده الاول من غير طحينه ومن غير اي حاجه عامله ازاي. طعمها حلو جدا، طعم الشوي باين فيها وقوي جدا، ماشيه مع سندوتش الفينو ده حلو قوي. نجربها كده مع طحينه او مع اي صوص من ده. انا شايف ان الثلاثه دول شبه بعض قوي، فمش عارف هل هم حاجه واحده ولا لا. هندوقهم كده على خفيف، لا مش حاجه واحده، شكل كل حاجه مختلفه عن الثانيه. هندوق الاول بالمعلقه. دي سلطه زبادي تقريبا بس حاميه، حلوه قوي اللي بيحب الحامي، مش في الحامي قوي. ودي سلطه زبادي بس عاديه مش حاميه، حلوه برده. دي جميله قوي، دي حاجه غريبه دي ميكس كده بين التوميه والكول سلو. الميكس ده انا ما دقتوش قبل كده في حته ثانيه، ميكس كده بين التوميه والكول سلو. خش كده معايا مجدي كده وقول لي عامله ازاي. فيها كذا ميكس كده، فيها نعناع ومحال، ميكس حلو بتوابل غريب قوي بس حلوه بصراحه، انا عجبتني قوي. هبساله اسمها ايه دي وبكتب لكم في الفيديو اسمها ايه. انا بدات اشبع، اخد حته كفته كده معاهم وندوق عامله ازاي مع الخلطه دي، حلوه قوي. انتوا طبعا عارفين الكفته ما بتتاكلش لوحدها كده، لازم تمكسها مع اي حاجه مع الصوصات دي، هتعجبكم قوي. نخش بقى على الحاجه اللي بعديها وهي ايه، الشيش اللبناني. ودي عباره عن 4 قطع شيش في سندوتش، شوفوا كده عامل ازاي، دوقوا كده لوحده من غير اي حاجه، حلو قوي. التتبيله بتاعته حلوه قوي وواصله قوي لكل حاجه جوه، وطعم الشوي فيه عالمي بصراحه. طبعا ما مش هنجرب كل الطحينات دي، هي لوحدها كده حتى من غير اي صوص، طعمها حلو قوي. خش بقى على الشيش المصري، انا شايف فيه قطع كتير كمان اكتر من اللبناني كده، انا خايف يطلع في الاخر ان ده اللبناني والتاني هو المصري، مش عارف الفرق بين الاثنين بصراحه. شايف معاه كمان من جوه طماطم وبتاع، ندوقه كده ونقول عامل ازاي. بسم الله. الطعم بتاعه حلو قوي، والتتبيله بتاعته هنا اعلى من الثاني، وده بسبب ان الشيش ده وراك اكتر. الثاني كان ميال على صدور قوي، ده ميال على وراك اكتر وطعمه حلو. انا بميل اكتر بصراحه للصدور حتى لو كانت التتبيله بتاعتها اقل. انا عجبني اللبناني اكتر او الثاني اكتر من ده، بس ده برده طعمه حلو قوي والتتبيله هنا اعلى بكتير من الاولاني. خش بقى على ايه، على الصدور دي ونشوفها كده عامله ازاي. دي شكلها كده صدور مشويه، اعتقد دي هتبقى جامده قوي. بصوا كده عامله ازاي، حلو قوي. وطعم التتبيله اللي كانت في الشيشه اللي كانت عاجباني في الاول موجوده هنا برده، التتبيله مميزه قوي وواصله لحد جوه وطعمها خرافي. انا هدوقها كمان مع الصوص ده، عالميه بصراحه، لازم تجربوها. اخر ساندوتش معانا بقى وهو الصدق، وده بالنسبه لي بصراحه اللي بتبين قوي بقى هنا المشاوي عامله ازاي. نجربه كده الاول لوحده. طعم الصدق برده حلو قوي، مليان برده كده، مالي الساندوتش، يشبعك قوي فعلا. بس انا عندي كومنت واحد على معظم الساندوتشات، هي بالسخنه زياده، رغم ان احنا موجودين في المطعم وشفناه وهو بيشوي زي ما شفنا في اول الفيديو كده، بس كانت محتاج يبقى اسخن شويه. اعتقد ده بسبب التكييف برده اللي احنا قاعدين فيه، ممكن تبقى الحاجه بردت بسرعه اول ما صورنا وكده. الحاجه دي لو هي كانت وهي سخنه هتبقى احلى بكتير من وهي كده.
حاجه بقى نسيت نجربها وهي الايه سمبوسك ده كده. نفتحه كده، شكله كده ايه سمبوسك جبنه كده، شوفوا كده عامل ازاي. حاطط جبنه جوه كده زي ما تكون جبنه بيضه او جبنه فيتا او قريش، بس طعمها حلو قوي، فيها تتبيله جميله جدا، بهاراتها كده حسيتك انها لبناني. يعني السمبوسك دي هم فعلا ترشيحهم فيها حلو قوي. اكلتش الطعم بتاع الجبنه ده في اي مكان بيعمل سمبوسك قبل كده، طعمها حلو قوي، مميزه قوي، مش محتاجه اي حاجه. دي لوحدها كده تفتح النفس على اي حاجه قبل ما تجربها. ارشحكم دي جامد جدا ولازم تجربوها. اشوف لكم بس الاول اسمها ايه في المنيو دي. غالبا كومبو سمبوسك ده عنده ب 30 جنيه وباخد 5 سمبوسك مع واحده بيبسي. لا ده اوفر جامد قوي لو انت عايز تزود كومبو للوجبه بتاعتك، حلو قوي. ده بالحواوشي وبعد كده نخلي الجمبري في الاخر عشان ايه نحبس بيه. شوف كده على الحواوشي كميه اللحمه بالنسبه للساندوتش مش وحشه، حلوه قوي. ناخد كده ايه قطمه صغيره عشان انا بدات اشبع. حلو قوي، طعم اللحمه حلو قوي في الحواوشي. العيش كمان جميل جدا، شارب من الدهون كده بتاعت اللحمه، طعمها حلو قوي بصراحه. كميه اللحمه في الساندوتش جميله قوي، فيها طعم البصل بس لا مش مليانه بصل وحاجات كتير، لا طعمها لحمه صافي حلوه وارشحها لكم برده. نخش بقى على الحواوشي اللي بالصدق، وانا بصراحه ما جربتوش قبل كده، عايز افتحه كده معاكم. جوه فيه صدق، فيه خضار كمان، وفيه جبنه. ندوق كده نشوف عامل ازاي. حلو قوي. انت الفيلم بتاع هي فوضى مين ايه؟ حاتم باشا، حاتم مش حاتم. لا الصدوق عجبني بصراحه قوي اكتر كمان من اللحمه. طعم الصدوق هنا كمان احلى حتى من الصدوق اللي كان في الساندوتش نفسه. تتبيلته هنا عاليه قوي، والميكس بتاعه مع الخضار والجبنه مع العيش المشوي ده حلو قوي. ده بومب جدا بصراحه، جامد قوي. اخر حاجه بقى هنجربها هو ساندوتش الجمبري ده من عنده، هو من بقى اللي مرشحه لنا هنا نجربه. هو كده بقى ايه، شايف جمبري والصوص اللي انا قلت لكم عليه اللي كان شكله اللي كان عاجبني في الاول ده مع خضار كده. نقطع كده حته ونشوفها. بسم الله. حلو قوي، ده جامد جدا يا جدعان. بصوا انا في اعتقادي طبعا طول عمري ان المكان اللي بيكون متخصص في حاجه وحابب يدخل حاجه عنده تاني في المنيو بتبقى فاشله منه. بس بصراحه هو هنا في الجمبري ده متفوق على نفسه جدا. يعني الطعم اللي انا واكله ده هنا ده مكان بيعمل الجمبري بقاله سنين قوي. طعم الجمبري حلو جدا وكميته كبيره، والجمبري دايب فعلا في بقك من كتر ما هو حلو. الميكس اللي عامله جوه ده على الصوص والخضار حلو قوي. الساندوتش ده تعتبر احلى حاجه عجبتني النهارده الاكل كله بصراحه. الترشيح بتاعهم كان عالمي جدا، لا يستاهل فعلا يتجرب. ده جمبري عادي بسعره 35 جنيه، ساندوتش جمبري ب 35 جنيه في عز الاسعار اللي احنا فيها دي ولا حاجه بصراحه. ده جامد جدا، ساندوتش بصراحه محترم قوي ومليان، يعني مش فاضي، لا ساندوتش مليان وطعمه حلو قوي. بس كده دي كانت تجربتنا النهارده من عند طحينه. اكتر حاجه ارشحها لكم طبعا الجمبري ده كان عالمي قوي، وبعديه الكفته والصدوق كانوا حلوين جدا. الفراخ الصدور دي برده طعمها حلو قوي. الحواوشي صدوق جبنه ده طعمه عالمي. وطبعا كل انواع الطحينه اللي موجوده هنا طعمها حلو قوي، ميكسات غريبه انا ما شفتش حد بيعملها قبل كده، وده سبب تسميه المكان زي ما قلت لكم في الاول بالاسم ده. وبس كده، اشوفكم على خير الفيديو الجاي، سلام.